دي الجي ال سي النسخة الكهربائية. كنا صورناها لكم في ميونخ بس كانت الدنيا زحمة ما كناش عارفين نصورها كويس، فتعالوا بقى نتفرج عليها بشكل يعني أكثر تفصيلا. العربية دي المفروض إن المدى المعلن بتاعها 713 كيلو في الشحنة الواحدة. المواصفات بتاعتها المفروض هنا 360 كيلو وات أو 489 حصان، 800 نيوتن عزم أقصى، وده معدل استهلاك الطاقة الكهربائية. وزي ما بيقول لك الماكسيمم رينج 713، وده شكل العربية. ده يعني النسخة العادية البنزين مش هتتوقف، هي دي نسخة كهرباء موجودة مع النسخة البنزين، ده الظهر بتاعها. قولوا لي رأيكم في الفوانيس بتاعت مرسيدس مؤخرا بالعلامات بتاعت مرسيدس. الشكل بتاعها اهو. تعالوا نشوف الشنطة. ده حجم الشنطة بتاع العربية، يعتبر حجمها برضو كبير. بتنيم الكراسي بالزراير من هنا. شكل الجنب. العربية دي فيها التريم الاي ام جي، مزودة بعتب ومزودة بالجنوط الاي ام جي، البلاك باكج او النايت باكج بقى بتاعت مرسيدس. هنشوف مساحات الجلوس في القسم الخلفي، تعتبر حلوة. انا حاسسها اوسع من النسخة البنزين عشان اي ام جي بقى فيها احزمة امان حمراء، فيها تطريز احمر مزيج من الجلد والالكانتارا. ده الانتيريور، ده القسم الامامي، الديركسيون بتاع مرسيدس، الام بي يو اكس او الانفوتينمنت سيستم بتاع مرسيدس ممتد بالتابلو كله، فيها هيد اب ديسبلاي، كراسي برضو بتصميم رياضي. الكونسول بقى هنا مختلف، فيه مساحة تخزين تحته، توب هولدرز وشواحن لاسلكي وفتحات تكييف بشكل مختلف مع امبيانت لايت شكل مختلف. الساوند سيستم البرمستر طبعا بس برضو بديزاين جديد، امبيانت لايت شكله حلو. الزراير بتاعت تحريك الكراسي تصميم جديد وشكلها حلو. الباب مزيج ما بين المعدن والجلود والتطريز، شكله بصراحة حلو. ولكن شكل العربية الخارجي بقى مع الشبكة الكبيرة المضيئة دي، وعلامة مرسيدس اللي بتنور قدام، والعلامة بتاعت مرسيدس اللي في الفانوس. فقولوا لي كده لو انتوا شايفين العربية بالمنظر ده رأيكم فيها ايه، وهل الديزاين بتاعها عاجبكم ولا انتوا شايفين النسخة البنزين احلى؟